السلام عليكم. النهارده انا حابب احكي لكم قصه الانسولين، بالتحديد عن مرض السكر اللي بقاله اكتر من 4000 سنه. المرض موجود ولم يكتشف علاج ليه الا من 100 سنه، او بالتحديد 103 سنه، سنه 1922. قبل السنه دي، قبل 1922، كان اي حد بيجي له مرض السكر من النوع الاول اللي هو بيحتاج انسولين كان بينتظر وفاته. كانوا بيعرفوا منين ان هو عنده سكر؟ كان بيبقى البول بتاعه مسكر، حتى اسمه مرض البول السكري، وكان بسرعة بيخس بشكل غير طبيعي، وبيشرب كتير، وبيخش الحمام كتير، وبيجوع كتير. وبعد كده بيبتدي بقى الكلى تتأثر، وبعد كده يبتدي النظر يتأثر، والقدم يتأثر، وأي جرح يجيله مش سهل يلتئم، أو ما كانش بيلتئم تقريبا. فبالتالي كان أي مريض يجيله هذا المرض اللعين وقتها كان مرض لعين، كان بيسبب له الوفاة. أما السكر النوع التاني فكان بحمية وتظبيط الأكل كان بيعيش ويتعايش معاه، مفيش أي مشكلة. ولو وقتنا هذا ممكن يحصل ده مع النوع الثاني، ولكن ما يحصلش مع النوع الأول، إلى أن جاء سنة 1920 بالتحديد العالم فريدريك بانتنج، اللي قدر يعمل تجاربه أعزكم الله في الأول على الكلاب، وقدر يكتشف علاج للمرض ده، مرض السكر، ويستخرج الانسولين من البنكرياس، من جزر لانجرهانز بالتحديد. وفي سنة 1922 ابتدى يدي أول حقن انسولين لطفل، لأن كان الأطفال بتموت بسرعة، وكان طفل عنده 14 سنة. الطفل ده كان قرب يفارق الحياة، فقالوا يجربوا عليه الدواء، وفعلا بالفعل قدر يخف من مرض السكر، ولكن نتيجة ان الانسولين مستخرج من الحيوانات عمل له حساسية شديدة جدا، وكادت انها تنهي حياته بالحساسية بتاعة الانسولين اللي من الحيوانات، لغاية ما جه صيدلي اسمه كوليب وعمل تنقية للانسولين اللي مستخرج من الحيوانات دي، كان من الكلاب ومن البقر اعزكم الله، وبرضه من الخنازير. وقدر يعمل تنقية ويجرب على نفس الطفل اللي كان خلاص فاضل له ايام قليله جدا ويموت، وبالفعل يعيش الطفل بفضل اختراع هذا الدواء المذهل اللي هو الانسولين، اللي هو يفترض ان هو من افضل الاختراعات في تاريخ الصيدله، اللي قدرت تنقذ حياه ملايين من البشر. ودلوقتي بقى اي حد يجي له سكر من النوع الاول او من النوع الثاني مفيش مشكله، بيقدر يتعايش معاه ويبقى صديق لمرض السكر. وبعد كده ابتدى في تقريبا سنة 1985 يعملوا دواء من الانسولين البشري وليس من الحيوانات، وبعد كده تطور اكتر وعملوا نظائر الانسولين البشري اللي بقى ليها مفعول سريع جدا ومفعول طويل. وبدل ما كان زمان يتاخد حقن الانسولين مرتين وثلاثة واربعة، ممكن دلوقتي تتاخد مرة واحدة بس. انا عامل الفيديو ده عشان الناس اللي عندها سكر وعايز تسأل عن اي دواء للسكر، انا هجاوب ان شاء الله بالتفصيل. ولو حبيتوا ان انا اعمل فيديو عن الدواء ده، او لو لقيت الدواء ده محتاج ان انا اعمل فيه فيديو عشان اوضح فيه كل حاجة، هيحصل ان شاء الله، وبالشفاء للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.